السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر بلال عبد الحميد مدرس مادة الجغرافيا للمرحلة الثانوية. حبايبنا النهاردة ميعادنا مع مراجعة شهر فبراير، تمام؟ إن شاء الله هتكون مراجعة أسئلة حلوة كده اهوت، أكتر من 60 سؤال. خلاص عايزكم تركزوا معايا بالله عليكم. المراجعة بإذن الله هتكون على الدرس الأول ماهية التنمية الاقتصادية، والدرس الثاني اللي هو التنمية الزراعية. ركز معايا ويلا بينا نقول بسم الله. طيب، أول سؤال: يعد ضعف كفاءة الأيدي العاملة من المعوقات التنموية. معوقات تنمويه اقتصاديه، يعني معوق بقى سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي ولا اداري؟ طبعا ضعف كفاءه الايدي العامله ده معوق اداري. حافظين احنا الكلام ده؟ ها؟ طيب، اي من التحديات الاتيه تعد سببا في حدوث مشكلات سياسيه دوليه تعرقل التنميه الاقتصاديه بدوله ما؟ عايز تحدي من دولت، خلاص، بيعمل لي مشكله سياسيه دوليه. هل زياده الديون الخارجيه ولا العشوائيات ولا ضعف الجهاز المصرفي ولا زياده الهجره الداخليه؟ او انا عايز مشكله سياسيه دوليه، يبقى ولا هجره داخليه ولا انتشار عشوائيات ولا ضعف الجهاز المصرفي، ان حضرتك البنك بتاعك مش عارف ياخد فلوس من الناس ويدخرها ويعمل بيها مشروعات. يبقى مفيش غير زيادة الديون. يا جماعة احنا اتفقنا ان زيادة الديون الخارجية ممكن تعمل لي مشكلة سياسية دولية تبوظ لي التنمية. حضرتك عليك فلوس فانت مش عارف تعمل تنمية، ما التنمية محتاجة رأس مال، تمام؟ محتاجة ايه؟ محتاجة رأس مال. طب انا والله ما معيش فلوس، طب يلا روح استلف. استلفت بقى عندي مشكله اسمها الديون. يلا سدد اللي عليك، مش قادر اسدد اللي عليك. دي غير الدول اللي ممكن تديك فلوس تفرض عليك شروط معينه فتعرقل لك مشكله الايه؟ التنميه. طيب، رقم 3: يتمثل الجانب الاجتماعي لخصائص التنميه الاقتصاديه. هو انا عايز جانب اجتماعي لخصائص. احنا اتفقنا يا اولاد ان انا عندي التنميه الاقتصاديه ليها خصائص، ليها صفات، تمام؟ انا عايز الجانب الاجتماعي منها، تمام؟ طبعا الجانب الاجتماعي منها اللي هو عداله التوزيع في الدخول وفي الخدمات. انا حافظها اهو، يلا بينا اهو. العداله في توزيع الدخل والخدمات، ده الجانب الاجتماعي من خصائص التنميه. خلاص؟ هم كلهم من خصائص التنميه، يعني ان احنا نعمل توازن ما بين القطاعات ونعمل تجديد للموارد دون استنزاف للموارد بتاعتنا، وان انا استخدم الموارد النظيفه او المتجدده، وعداله التوزيع. مين بقى فيهم الجانب الاجتماعي اللي بيتكلم عن عداله التوزيع؟ طيب، حدوث زياده في ناتج قطاع الزراعه والثروه الحيوانيه في فتره محدوده يعبر عن مفهوم ايه؟ بص، فتره محدوده ده نمو اقتصادي ولا تنميه اقتصاديه؟ احنا حافظين الكلام ده، نمو اقتصادي. لما تعمل زياده في انتاج حاجه معينه في فتره زمنيه محدوده يبقى ده نمو اقتصادي، دي مش تنميه اقتصاديه. التنميه بتبقى فتره طويله. اي مما يلي يعد الاكثر اهميه لتنفيذ خطط التنميه الشامله؟ جماعه، اهم، ركز كده معايا: وجود كوادر فنيه، استغلال العقول المفكره، كل افراد المجتمع يشتركوا مع بعض، ولا استخدام التقنيات الحديثه. على حضرتك تعمل تنميه شامله، من افضل الحاجات طبعا يكون ان كل الناس تشترك في عمل بتاع ده، وجود اشتراك جميع فئات المجتمع في عمل التنميه. خلاص؟ دي اكتر اهميه. كلهم مهمين بس الاكثر اهميه ان كله يشترك في عمل التنميه. طيب، تتجه النسبه الاكبر من الاستثمارات الخارجيه في الوطن العربي. جماعه احنا اتفقنا ان قلنا ان دول الخليج العربي هي اكتر دول بتجذب الاستثمارات. ليه؟ علشان عندها بنيه اساسيه او بنيه تحتيه، صح؟ واشتغلت عليها كويس جدا، والمغرب قلدتها، صح؟ يبقى هنا الخليج العربي. الحكومه المصريه لما عملت مبادره تحويل للمراكب اللي بتشتغل بالبترول او بالبنزين ان هي تشتغل بالغاز الطبيعي، كده انا بحافظ على البيئه. يبقى انا كده شغال في احدى استراتيجيات التنميه اللي هي ايه بقى؟ احنا اتفقنا يا اولاد انا عندي 8 استراتيجيات للتنميه الاقتصاديه. خلاص؟ كلهم الاربعه دولت كلهم استراتيجيات للتنميه الاقتصاديه، بس مين فيهم اللي تمشي مع الحفاظ على البيئه والحفاظ على موارد البيئه؟ اللي هي ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. تمام كده؟ طيب، رقم 8: محاربه الدوله للارهاب. كده ده معوق ايه؟ ده معوق سياسي. تحقيق الامن ده وعدم تحقيق الامن ده معوق سياسي. طب لما احارب الارهاب وانشر الامن في البلد يبقى انا كده بقضي على المعوق السياسي. اهتمام الدوله بنقل سكان المناطق الفقيره في الخدمات الى المدن الجديده، ده بيشير الى ايه؟ الاهتمام ده يمشي، ما كل دي بردك استراتيجيات من ضمن استراتيجيات التنميه الاقتصاديه ال8.
طيب مين فيهم بقى اللي بيتماشى مع العباره دي؟ اهتمام الدوله بنقل سكان مناطق فقيره في الخدمات الى المدن الجديده. هل انا كده بضبط ان معدلات النمو السكاني؟ هل ده شراكه وتعاون دولي؟ هل ده تحسين بنيه تحتيه؟ ولا ده اهتمام بالتنميه الاجتماعيه؟ ده اهتمام بتطوير العشوائيات، اهتمام بالتنميه الاجتماعيه. لما رئيس الحكومه والوزراء يجتمعوا مع بعض عشان يحطوا الخطه لازمه للقضاء على البطاله، خلاص؟ ده رغبتهم في الوصول الى التنميه الايه؟ اكيد احنا بنتكلم عن التنميه الاقتصاديه، صح كده؟ طيب 11 تقليل الاعتماد على مصادر الطاقه الحفريه. حضرتك مش هتعتمد على الطاقه الحفريه الملوثه للبيئه، فبالتالي هتعتمد على الطاقه النظيفه، فانت كده بتعمل ايه؟ ربط السياسات، صح كده، بالبيئه، ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. ما دي كلها استراتيجيات الثمانيه للتنميه، صح؟ طيب مين فيهم بقى اللي تمشي مع ان انت بتستخدم طاقه نظيفه وبتقلل استخدام الطاقه الحفريه؟ يبقى انت كده بتحافظ على البيئه، يبقى ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. دي مالهاش علاقه بتحسين البنيه التحتيه، ولا لها علاقه بالاهتمام بالتنميه الاجتماعيه، ولا لها علاقه بالنمو السكاني. ضبط معدلات النمو السكاني. تجريف التربه الزراعيه واستخدامها في صناعه الطوب الاحمر، يا خرابي، ده احد التحديات الاجتماعيه ذات البعد الاقتصادي. ليه يا مستر؟ حضرتك لما تجرف التربه الزراعيه دي تعتبر من الموارد اللي ربنا عطاها لك، موارد طبيعيه. لما تجرفها ده اسمه سوء استخدام الموارد، واحنا قلنا ان سوء استخدام الموارد الطبيعيه ده معوق اقتصادي. طيب اي من العبارات الاتيه تتعارض مع خصائص التنميه الاقتصاديه؟ حاجه من هنا ملهاش علاقه بخصائص التنميه الاقتصاديه. طب تعالى، تكامل قطاع الزراعه مع الصناعه، استخدام الطاقة الشمسية، تحقيق العدالة الاجتماعية، استهلاك مخزون المعادن الاستراتيجية. بذمتكم مين الحاجة اللي ما تتماشاش مع التنمية الاقتصادية؟ أكيد استهلاك مخزون المعادن. هل التنمية الاقتصادية من ضمن صفاتها إن إحنا نخلص المعادن بتاعتنا ونقضي على الموارد اللي ربنا عطاها لنا أول بأول نخلصها؟ لا طبعا، يبقى ده غلط، ده مش صحيح. 14 تعبر الصورة المقابلة عن التنمية الاقتصادية وهي عملية إيه؟ دي كلها صفات للتنميه الاقتصاديه. مين فيهم اللي بتمشي مع الصوره؟ الصوره مكتوب فيها الحوار الوطني، يعني قاعدين مع بعض الناس بتتكلم، يبقى دي مشاركه، يبقى دي ايه؟ مجتمعيه، فيها شراكه من المجتمع كله بيشترك مع بعض في برايه في اجراء التنميه الاقتصاديه. تتعدد مقومات التنميه الاقتصاديه ولكن يعد اهمها على الاطلاق. جماعه ايه هي اهم مقومات التنميه الاقتصاديه على الاطلاق؟ اهم مقاومه اقتصاديه، احنا اتفقنا يا اولاد المقومات الاقتصاديه كل دولت مقومات اقتصاديه، تمام؟ انا اتفقت معاك في الدرس الاولاني ان انا عندك حاجه اسمها خصائص التنميه الاقتصاديه، في حاجه اسمها مقومات التنميه الاقتصاديه، في حاجه اسمها معوقات التنميه الاقتصاديه، في حاجه اسمها استراتيجيات التنميه الاقتصاديه. طيب دي المقومات، يعني الحاجات اللي المفروض تبقى عند حضرتك علشان تبدا تعمل تنميه اقتصاديه. بس مين اهم واحده فيهم؟ البشر يا جماعه، العنصر البشري اهم حاجه، اهم حاجه في اساس التنميه هو العنصر البشري. طيب 16 اي من العبارات التاليه تعبر عن محاوله القضاء على احد معوقات التنميه الاقتصاديه ذات البعد الاجتماعي؟ عباره من هنا انا بحاول اقضي على معوق من معوقات التنميه الاقتصاديه بس بعده اجتماعي. طب تعالى نشوف. فاكرين يا اولاد المعوقات الاجتماعيه كانت ايه؟ المعوقات الاجتماعيه مثلا عندك زي الهجره، سكان من الريف للمدن، زي الفقر، البطاله، الأمية. فهنا عند حضرتك مواجهة خلي بالك ظاهرة التسرب المدرسي ده تعمل لي أمية، فأنت لما تواجهها يبقى أنت كده بتحاول تحل مشكلة اجتماعية من معوقات التنمية الاقتصادية. تمام؟ طيب يمكن للدولة الوصول للتنمية الاقتصادية من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية، تمام؟ يخرج عنها إيه اللي من هنا ملوش علاقة بإدارة؟ تعالى. اجراء اداري ملوش علاقه بالاجراءات الاداريه. التصدي للبناء على الارض، اولا اعاده هيكله الجهاز الحكومي ده اداره. تبسيط الاجراءات دي اداره. جذب الكفاءات دي كل دي اداره. امال تصدي للبناء على الارض الزراعيه دي ملهاش علاقه بالاجراءات الاداريه، ماشي؟ ملهاش علاقه بالاجراءات الاداريه. تعد صعوبة استخراج التصاريح أحد المشروعات من معوقات التنمية ذات البعد ده الإداري، ده بعد إداري.
صعوبه استخراج التسريح ده ذات بعد اداري. ما احنا اتكلمنا يا جماعه ان قلنا المعوقات، في معوقات اقتصاديه، في معوقات اجتماعيه، في معوقات اداريه، في معوقات سياسيه. فمن ضمن المعوقات الاداريه يكون عندك نقص في الكفاءات، يكون عندك بيروقراطيه وروتين في الاداء، ضعف في الجهاز الاداري للدوله اهو. تمام؟ يعني ايه ضعف حبيبي؟ التصاريح بتطلع بصعوبه وبوقت طويل، ده ضعف في الجهاز الاداري. طيب تتشابه الدول العربيه التي تقع جنوب شرق الوطن العربي مع الشمال الغربي. بيتشابهوا في ايه بقى يا اولاد؟ بيتشابهوا في الاعتماد على اقتصاد المعرفه، تطوير البنيه التحتيه، الحد من تصدير الماده الخام، ضبط معدلات النمو السكاني. تعال نشوفه. بيقول لك الوطن العربي، فكر معايا كده، الجنوب الشرقي، تمام؟ جنوب الشرقي ده اللي هو يقصد بيه الخليج العربي، مع شمال الغربي يقصد بيه اللي هو دول الخليج، والاثنين عندهم شمال الغربي اللي يقصد بيه المغرب. احنا اتفقنا ان المغرب شبه دول الخليج في تطوير البنيه الايه؟ التحتيه. طيب تصدير الدوله الثروات الطبيعيه ده حاجه كويسه ولا وحشه؟ ان احنا نصدر الثروات بتاعتنا، ده حاجه وحشه. طب لما الدوله تصدر ثرواتها ده هيؤدي الى جذب الاستثمارات؟ تحقيق تنميه؟ لا طبعا. تدهور الصناعات؟ الدنيا حضرتك الثروات دي كنت ممكن تقوم عليها صناعه. انت لما تبيع الثروه بتاعتك زي ما هي كده، انت كده بوظت على نفسك فتح مصانع وتشغيل عمال وتطوير بلد، صح كده يا اولاد؟ يعني انت مثلا عندك رمله، يلا بينا نبيع الرمله بتاعت تصنيع الزجاج، يلا بينا نبيع الرمله زي ما هي خام، يلا بيع. طب يا عم ما انت كنت ممكن تفتح مصنع، وبدل ما تبيع الرمله دي تستثمر الرمله دي في صناعه الزجاج، بدل ما تبيعها خام بسعر قليل. طب ما تصنعها انت عندك وتفتح مصانع بالهبل ده، انت عندك رمله كتير جدا، افتح مصانع ليها، شغل ناس كتير، دي صناعه تحويليه. تحويل من الماده خام لشكل تاني خالص، دي صناعه تحويليه. فانت تصدير الدوله للثروات انت كده بتدهور الصناعات التحويليه. طيب تتصف التنميه الاقتصاديه بعده خصائص يخرج عنها ملهاش علاقه بصفات التنميه الاقتصاديه. اهو ظهور تاثيرها في فتره وجيزه. طبعا يا ولد زي ما احنا عارفين ان التنميه الاقتصاديه بتاخد فتره طويله، فهو فتره وجيزه دي بتاعت النمو الاقتصادي، يبقى دي مش تبعنا. وصول نسبة المتعلمين في دولة ما لأكثر من 95%، معنى ذلك ان الدولة دي اهتمت باستراتيجية التعليم اللي هي بناء الاقتصاد المعرفي. طيب 23 يحقق مشروع الكريمات لتوليد الطاقة الشمسية بمصر أحد خصائص التنمية الاقتصادية، والتي تتمثل في إيه؟ حضرتك أنت هنا لما تولد طاقة شمسية أنت كده بتحافظ على البيئة، في تجدد واستمرارية، في توازن هل ده في مشاركة اجتماعية؟ لا. ده في عدالة؟ لا. ده تجدد واستمرار. دي من صفات التنمية الاقتصادية، التجدد الاستثمارية اللي أنت حضرتك بتعتمد على موارد ما بتخلص. تمام؟ وتحافظ في نفس الوقت على البيئة أهو. تواجه التنمية الاقتصادية معوقات ذات بعد اقتصادي، منها عايز بعد اقتصادي. المعوق الاقتصادي سوء تخطيط المدن، نقص فرص عمل، انقسامات داخلية، نقص الكفاءات. أولا نقص الكفاءات ده معوق إداري، انقسامات داخلية سياسي. يبقى عندك غير ما فيش غير حاجتين، سوء تخطيط مدن، طبعا دي معوق اجتماعي، يبقى ما فيش غير نقص فرص العمل. مش هتبقى مفيش غيرها. زي تباعد اقتصادي مش هينفع غيرها اهو. نقص كفاءات اداري، انقسامات سياسي، سوء تخطيط المدينه ده اجتماعي، يبقى مفيش غير ايه؟ مفيش غير نقص فرص العمل. تمام؟ طيب من خلال دراستك للهرم السكاني المقابل نستنتج وجود احد معوقات التنميه الاقتصاديه ذات البعد الايه؟ طبعا يا اولاد الهرم السكاني هنا القاعده بتاعته كبيره، معنى ذلك ان احنا بنخلف كتير، وده يعتبر معوق اجتماعي. ماشي؟ يساعد استصلاح الاراضي الصحراويه في التغلب على المعوقات التنمويه ذات البعدين الايه والايه. حضرتك لو انت استصلحت الصحراء انت كده بتحل معوق اقتصادي، وفي نفس الوقت بتحل معوق اجتماعي، بتشغل ناس، بتعيد توزيع السكان مره ثانيه، وفي نفس الوقت حضرتك بتحاول توفر موارد. تمام؟ يبقى ده انت كده بتحل حاجتين، اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت. الصورة المقابلة ده مشروعات صغيرة، يبقى انا كده بحل ايه؟ بحل معوق كده يا ولاد اجتماعي، بحل ازمة اجتماعية. تعبر الصورة المقابلة عن احد اساليب التنمية اللي تساعد على مواجهة احد المعوقات الاجتماعية. خلاص؟ المشروعات دي يا ولاد بتحل ايه؟ معوقات اجتماعية. اكتر المراعي الطبيعية انتشارا في جناحي الوطن العربي الافريقي والاسيوي.
اكتر مراعي طبيعيه انتشارا في جناحي الوطن العربي الافريقي والايه الاسيوي. ركز معايا بالله عليك. مراعي معتدله، نباتات صحراويه، حشائش سافانا، حشائش ستيفز. طبعا اكتر مرعى عندنا اولاد منتشره هو نباتات الصحراويه، مراعينا فقيره كلها نباتات صحراويه. تعد الاغنام والماعز اكتر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، وده راجع لايه؟ هل عشان هي بتتربى في البيئه الفيضيه؟ لا، ده مش جاموس. ملائمتها للطبيعه ايوه، ملائمتها للطبيعه. حضرتك انت طبيعتك طبيعه صحراويه، مراعيك فقيره، انسب حيوانات تعيش فيها ماعز واغنام. تمام؟ لكن حته اهميتها في الاعمال الحقليه، طبعا الماعز والاغنام ما لهوش علاقه بالاعمال الحقليه، تمام؟ ولا اعتماد تربيتها على مراعي حشائش السافانا. طب اي مما يلي يعد معوقا اجتماعيا امام التنميه الزراعيه في مصر؟ عايز معوق اجتماعي: انخفاض الاستثمارات، تدني جوده الارض، تدفق الشباب للقاهره بحثا عن عمل، تخلف الاساليب. طبعا تدفق الشباب للقاهره دي اللي هي الهجره الداخليه، والهجره الداخليه من ضمن المعوقات الاجتماعيه. طيب سؤال رقم 31: تصوير الصوره المقابله الى احد التحديات التي تواجه الارض الزراعيه العربيه والتي تؤدي الى ايه؟ جماعه هنا النظام الري ده، الري التقليدي ده اولاد، بيؤدي الى تملح التربه. ما تنساش ده مش تجريف تربه، ده مش هيعمل تجريف تربه، لكن ده هيعمل تملح تربه. لا، الري ده هيعمل تملح تربه. يوجد ارتباط ما بين اكبر المراعي مساحه في الوطن العربي وانتشار تربيه الايه؟ الجاموس وبقر، اغنام وماعز، ابل وجاموس، بقر واغنام. طبعا اغنام وماعز اكتر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، المراعينا فقيره، معظمها نباتات صحراويه، فده انسب حاجه بتنتشر عندنا. مصر من اهم الدول العربيه التي تتسم بزياده حجم الانتاج السمكي، خاصه من المصايد التابعه لايه؟ طبعا احنا معظم انتاجنا مصايد داخليه، فبالتالي المصايد التابعه لايه؟ محافظات اللي بتطل على البحر؟ لا. شمال سيناء وجنوب سيناء؟ لا. اللي بتطل على القناه بردك هيبقى لا. يبقى في ايه بقى يا اولاد؟ محافظات الدلتا والوجه الايه؟ الابلي، اللي هم عندهم المصايد الداخليه. يؤدي تطبيق التجربه الاوغنديه في الزراعه العضويه الى زياده نسبه غازات الاحتباس الحراري، تراجع حجم الصادرات، حمايه الارض من التملح، ولا اجهاد التربه. جماعه التجربه الاوغنديه، اوغندا عملت زراعه عضويه. اوغندا بتعتمد على الزراعات العضويه وعلى اللي هي الاورجانيك، يعني ما بتلوثش البيئه، تمام؟ ما بتستخدم اسمده عضويه، فبالتالي بتحمي ارضها اولا من التملح، تمام؟ لكن زياده نسبه غازات الاحتباس اكيد لا، دي حاجه وحشه. اجهاد التربه دي حاجه وحشه. تراجع حجم الصادرات حاجه وحشه، دي الحاجه الوحيده اللي حلوه. فاحنا لو طبقنا الطريقه دي اكيد هنحمي الارض بتاعتنا. حدث تراجع في انتاج محصول رز في دوله بنجلاديش بنسبه 27% نتيجه لانتشار الفيضانات، فكانت ممكن بنجلاديش تتفادى هذا الخطر لو استفادت من التقنيات الحديثه والاستشاره عن ايه؟ عن بعد يا اولاد. الاستشاره عن بعد، ان عن طريق القمر الصناعي لو كانت شافت ان في فيضانات جايه عليها كانت ممكن تتخذ اجراءات تقدر ان هي توقف او تحمي على قد ما تقدر محصولها يعني. بتحليل خريطه الحشائش في العالم نجد ان الوطن العربي بيستحوذ على المراعي الغنيه؟ لا. بيتميز بتنوع المراعي الغنيه؟ بردك لا، احنا مراعينا فقيره. فقيره في حشائش؟ ايوه احنا مراعينا فقيره، سواء في حشائش الاستبس او حشائش السافانا احنا مراعينا فقيره. لكن يخلو من حشائش الاستبس ما عندناش حشائش الاستبس؟ لا عندنا بس فقيره. 37 بدراستك لمناطق توزيع المراعي الطبيعيه في العالم نستنتج اختفاء الحشائش البارده من قارتي ايه؟ مين القارتين اللي ما عندهمش حشائش بارده؟ افريقيا اساسي معايا، افريقيا واستراليا ما عندناش حشائش التندر البارده، تمام؟ محاولة زراعة المحاصيل المعتدلة في جنوب الوطن العربي من وسائل تنمية الموارد الزراعية بالاعتماد على ايه؟ حضرتك لما تزرع محصول معتدل في جنوب الوطن العربي، جنوب الوطن العربي ده مكان حار، تزرع محصول معتدل في مكان حار، يبقى انت كده بتلعب في جينات الايه؟ الوراثية بتاعة المحصول ده، يبقى انت كده حضرتك بتستخدم التكنولوجيا الحيوية، تمام؟ تخلو المراعي في الوطن العربي من ايه؟ المراعي ما فيهاش ايه؟ احنا ما عندناش، قلنا تندرة، احنا كوطن عربي ما عندناش تندرة. يشير الصورة المقابلة، ده اسمه ايه يا اولاد؟ حيوانات كتير في ارض صغيرة، ده اسمه راعي جائر. فبيقول لك تشير الصورة المقابلة الى احد اسباب تدهور المراعي في الوطن العربي، وهو ده راعي جائر، او ممكن نسميه زيادة الحمولة الرعوية، ان انا بربي كمية كبيرة في مساحة صغيرة.
يمكن تحقيق الامن الغذائي للوطن العربي من خلال ايه؟ نركز على الزراعه الكثيفه، نضبط معدلات الزياده الطبيعيه، نتوسع في الزراعه على حساب المراعى، اتباع الرعي المبكر للحيوانات. طبعا الرعي المبكر ده حاجه وحشه. تمام؟ طيب نتوسع في الزراعه على حساب المرعى. ايه رايك؟ مش لطيفه خالص لو احنا توسعنا في الزراعه على حساب المرعى. طب نركز على الزراعه الكثيفه ولا نضبط معدلات الزياده؟ طبعا يا اولاد لو احنا ضبطنا معدلات الزياده السكانيه اكيد الاكل هيكفينا ويبقى يكون عندنا حاجه اسمها امن غذائي. تقف امام تحقيق التنميه الزراعيه في الوطن العربي معوقات اقتصاديه منها يا اولاد. تقف امام تحقيق التنميه الزراعيه في الوطن العربي معوقات اقتصاديه منها استخدام الاسمده الكيماويه، هجره داخليه، اهمال صرف زراعي، نقص الخبرات. طبعا نقص الخبرات ده مش معوق اقتصادي. طب انا عايز معوق اقتصادي. الهجره معوق اجتماعي. يبقى انا عندي ايه؟ يا اما استخدام الاسمده الكيماويه يا اما اهمال الصرف الزراعي. مين فيهم بيقف من المعوقات الاقتصاديه امام؟ طبعا انا هنا هختار اهمال الصرف الزراعي. اهمال الصرف الايه؟ الزراعي. طيب من وجهه نظرك يمكن الحد من ازمه الغذاء في العالم عن طريق ايه يا اولاد؟ تنميه الريف، نمو عمراني، اتباع زراعه كثيفه، زياده حمول الرعويه. يمكن الحد من ازمه الغذاء في العالم. اكيد مش نمو عمراني، استحاله يعني. استحاله نبني اكتر فالازمه الغذاء تتحل، ولا نزود حموله المرعى، ولا نتبع زراعه كثيفه. خلاص؟ هي اكيد نعمل تنميه فين؟ في الريف. دي الحاجه الحلوه اللي احنا ممكن نعملها. طيب تعد اكتر قارات العالم تنوعا في المراعي الطبيعيه. اكتر قاره متنوعه في المراعي يا اولاد القارتين. عندك امريكا الشماليه وعندك اسيا. اكتر قارتين عندهم تنوع في المراعي امريكا الشماليه واسيا. يتشابه شمال شرق الجناح العربي الافريقي وشمال شرق الجناح العربي الاسيوي في ايه يا اولاد؟ شمال شرق الجناح العربي الافريقي اللي هي مصر، وشمال شرق الجناح العربي الاسيوي اللي هي العراق. احنا الاثنين شبه بعض في ايه؟ عندنا تربه، عندنا بيئه فيضيه اللي هي عندنا انهار يا اولاد. ماشي؟ يمكن ان نجد ارتباطا بين الراعي الجائر وايه يا اولاد؟ وتناقص حموله المرعى؟ لا ده ولا تراجع اعداد الرعاه، ولا معدلات هطول الامطار، ولا التوسع في زراعه المراعي. بيقول لك هناك علاقه ارتباط ما بين الراعي الجائر وتناقص حموله المرعى. طبعا حضرتك لما تتبع قصه الراعي الجائر، الراعي الجائر يا اولاد هيبوظ لك الارض، فبالتالي بعد كده لما تيجي تربي في الارض ده اغنام، لو انت كنت بتربي 100 هتضطر تربي 50، ليه؟ الارض باظت، فانت مفيش اكل. الراعي الجائر بوظ لي كل حاجه، فانت الارض هنا باظت فحمولتها قلت. خلاص؟ فهناك ارتباط ما بين الراعي الجائر وتناقص حموله المرعى. لكن ملوش علاقه باعداد الرعاه، ملوش علاقه بالامطار، ملوش علاقه ان انا ازرع ولا لا. طيب اي مما يلي يصعب علاجه من خلال برامج التوعيه ورفع الثقافه الزراعيه للمزارعين. ايه اللي انا صعب اللي انا اعالجه من خلال الكلام؟ توعيه. طبعا الاستثمارات، انخفاض الاستثمارات دي صعب ان انا اعالجها من خلال توعيه الفلاحين مثلا او المزارعين. هم ايه علاقتهم بالقصه دي؟ لكن تملح التربه ده راجع لايه؟ راجع لاسلوب الري اللي هم بيستخدموه. طبعا ممكن اقول لهم يا جماعه غيروا الاسلوب، اعملوا كذا اعملوا كذا، فممكن اعالج المشكله دي بالكلام. بطرق الري نفس الفكره، او تجريف التربه. الفلاح بيجرف التربه بايده فاقول له يا ابني ما تعملش كذا، يا جماعه ما تعملوش كذا. لكن الاستثمارات ما لهاش علاقه. اولى الدول العربيه في انتاج الالياف النسيجيه بتقع فين بقى؟ شرق البحر المتوسط، جنوب البحر المتوسط، غرب البحر المتوسط، ولا شمال البحر المتوسط؟ طبعا يا جماعه شمال البحر المتوسط ده اوروبا، عشان تبقوا فاهمين بس. تمام؟ غرب البحر المتوسط لا طبعا، يلا بينا على شرق البحر المتوسط. خلاص؟ اللي هو عنده ايه؟ اللي هو عند دوله سوريا يا اولاد والحته دي. خلاص؟ انتاج للالياف النسيجيه يبقى عند شرق البحر المتوسط عند سوريا. اي مما يلي يخرج عن كونه سببا في زياده ازمه الغذاء؟ ملوش علاقه بازمه الغذاء. يخرج عن كونه سببا ملوش علاقه بازمه الغذاء، وهي الزياده الغير طبيعيه لسكان المدن، التغيرات السياسيه في المنطقه العربيه، دعم الابحاث العلميه لاستخلاص الايثانول، الاتجاه الى الهندسه الوراثيه في الانتاج الزراعي. اي مما يلي يخرج عن كونه سببا في زياده ازمه الغذاء.
اولا ده من الابحاث العلميه لاستخلاص الايثانول. احنا بنستخلص الايثانول منين؟ من المحاصيل الزراعيه. طب ده سبب في زياده ازمه، طبعا سبب في زياده ازمه الغذاء، يبقى ده مش هينفع اختار. طيب ايه كمان؟ التغيرات السياسيه في المنطقه العربيه ولا الزياده الغير طبيعيه للسكان؟ الزياده غير طبيعيه يا اولاد اللي هو الهجره، هجره لسكان، الزياده غير طبيعيه اللي هي هجره سكان المدن. ولا بص يا اولاد، عايز حاجه، هنا الكلام صعب شويه، عايز حاجه ملهاش علاقه بزياده ازمه الغذاء عالميا. فالزياده غير طبيعيه لسكان المدن خلاص طبعا ليها سبب، طبعا خلي بالك ده، لا ده سبب. طب هتقول لي ليه يا مستر ده سبب ما ينفعش اختاره ليه؟ حضرتك لما سكان الريف يروحوا للمدن، طب ما هم كده بيهملوا الارض، فالارض مش لاقي حد يزرعها، فالانتاج بيقل، فبتعمل لي ازمه غذاء، فده بردك سبب. انا عايز حاجه تخرج من كونه سببا في زياده الازمه. طب الاتجاه الى الهندسه الوراثيه في الانتاج الزراعي. طبعا يا جماعه لما انا اتجه للهندسه الوراثيه في الانتاج الزراعي انا كده بزود من المحاصيل بتاعتي. يعني ده سبب في حل الازمه مش في زياده الازمه، ماشي؟ طيب توجد علاقه طرديه واخرى عكسيه على الترتيب بين النمو السكاني السريع وكل من. علاقه طرديه يعني الاثنين ماشيين مع بعض، علاقه عكسيه الاثنين ماشيين عكس بعض. طيب تعال نمشي نشوف العلاقه الطرديه الاول. النمو السكاني زياده في السكان، فبالتالي هيبقى في طلب في الغذاء. تمام؟ يبقى تمشي معايا الطلب على الغذاء ماشي. طب وعلاقه عكسيه؟ وعلاقه عكسيه بتاع منين بقى؟ مساحه الارض. يبص يا ولاد، علاقه طرديه مع الطلب، كل ما السكان تزيد كل ما الطلب يزيد، يبقى دي علاقه طرديه. طب كل ما السكان تزيد كل بقى مع مساحه الارض تقل، ودي علاقه عكسيه. لان حضرتك لما السكان بتزيد بنبني على الارض الزراعيه، فبالتالي انا بقلل المساحه. يبقى بص، علاقه طرديه وعكسيه في نفس الوقت اهو. شايفينهم؟ ده سؤال صعب شويه ها. طيب من المتوقع ان تمارس الزراعه البعليه في مصر فين؟ ايه الزراعه البعليه؟ زي الزراعه المطريه يعني، عن طريق المياه الامطار، يبقى يلا بينا على شمال سيناء عشان دي على البحر. يتعارض مع وسائل التنميه الزراعيه بالوطن العربي. ايه اللي مش ماشي مع وسائل التنميه الزراعيه؟ استخدام الاسمده العضويه، استخدام الري بالتنقيط، اتباع نظام الدورات، التركيز على الاسمده الفوسفاتيه. الاسمده الفوسفاتيه دي يا اولاد اللي هي الاسمده الكيماويه. طب ايه اللي مش ماشي مع وسائل تنميه الزراعه؟ اكيد يا اولاد، يعني ايه الحاجه الوحشه اللي هنا؟ اكيد التركيز على الاسمده الفوسفاتيه، دي الحاجه الوحشه اللي ما تحققليش التنميه الزراعيه اللي انا بحلم بيها. يمكن مواجهه التقلبات المناخيه وتقليل اثرها على المحاصيل الزراعيه من خلال استخدام ايه يا اولاد؟ نواجه التقلبات المناخيه، يبقى يلا بينا على التكنولوجيا، على التقنيات الايه؟ الحديثه. قمر صناعي يقدر يقول لي الحق ده هنا المناخ مش عارف ايه، الجو هيقلب، الامطار هتنزل، الرياح جايه، وهكذا. يتعارض مع التجربه الاوغنديه. حاجه مش ماشيه مع التجربه الاوغنديه، اكيد اتباع الطرق التقليديه، دي الحاجه الوحشه اللي ملهاش علاقه بالتجربه الاوغنديه. الاهتمام بالتنميه الاجتماعيه اكيد ماشيه مع، يعني كل الحاجات الحلوه هتمشي معاه، تحقيق الاقتصاد الاخضر تمشي معاه، استخدام المخصبات تمشي معاه، لكن الطرق التقليديه لا ما تمشيش مع مع التجربه الاوغنديه. اقل الدول العربيه الاتيه اعتمادا على المراعي الاصطناعيه هي دوله ايه؟ امارات، مغرب، سعوديه، مصر. المرعى مش طبيعي بقى، انا اللي بزرع، تمام؟ فبيقول لك اقل الدول اعتمادا، اقل الدول اعتمادا على المراعي الاصطناعي. طبعا هي دوله المغرب على اعتبار ان المغرب عندها مراعي طبيعيه، فما بتعتمدش قوي على المراعي الاصطناعيه. اي من الحيوانات التي يصعب تربيتها في الدوله المظلله؟ دي السعوديه، واكيد السعوديه مش هتربي جاموس، لان الجاموس محتاج بيئه فيضيه خصبه، محتاج يتربى جنب النهر زي مصر والعراق. يعد سبب رئيسي لنقص انتاج الوطن العربي من اللحمه، الموقع الفلكي، نقص الميه، توطين البدو، انخفاض المستوى المعيشي. مين السبب الرئيسي لنقص انتاج الوطن العربي من اللحمه؟ انا السبب الاساسي يبقى اكيد الموقع الجغرافي، لان الموقع الفلكي، لان الموقع الفلكي خلانا في مناطق جافه وشبه جافه، فده خلى ان احنا يكون عندنا فقر في المراعي نتيجه لقله هطول الامطار، فبالتالي نقص في الحيوانات، فبالتالي نقص في كميه اللحم. 58 بتعتمد معظم البلاد العربيه المصدره للسمك على ايه؟ مصايد بحيريه ولا مصايد نهريه ولا مصايد بحريه ولا مزارع سمكيه؟ طبعا يا اولاد معظمهم بيعتمدوا على المصايد البحريه، لان الدول المصدره للسمك هتلاقي مثلا عندك موريتانيا، عندك المغرب، عندك اليمن، وكل دول بيعتمدوا على المصايد البحريه.
من الدول العربية التي تتوافر فيها كل أنواع المصايد السمكية. طبعا عندك مصر فيها كل المصايد السمكية. أسئلة مقالية. أول سؤال بيقول لك يوضح رأيك، يعد ارتفاع عدد السكان في دولة ما سلاح ذو حدين بالنسبة لمشروعات التنمية الاقتصادية. أيوه، السكان سلاح ذو حدين، يا إما يكونوا عبء عليك لو أنت الناتج بتاعك القومي مش ماشي مع الزيادة بتاعتها، حضرتك السكان بتزيد لازم الناتج بتاعك القومي يزيد، خلاص، أو مواردك تزيد أو شغلك يزيد. الاتنين ماشوا مع بعض مفيش مشكلة، لكن زيادة السكان أكتر من الناتج القومي تعمل لك مشكلة. ممكن دولة تبدأ ان هي تستخدمه كعامل ايجابي بالنسبة لها، زي دولة الصين اللي قدرت ان هي تستخدم السكان بتوعها اولاد في الصناعة وغزت العالم بكل منتجاتها الصناعية، فعملت تنمية اقتصادية في البلد عندها من خلال القوى البشرية. يبقى هنا السلاح ذو حدين، ممكن يكون عبء لو حضرتك الناتج بتاعك مش قادر تزايد معاها، ممكن يكون قوة ليك زي الصين اللي استطاعت تستثمر البشر بتاعها في مجال الصناعة وغزت العالم بمنتجات الصناعية وبالتالي عملت تنمية اقتصادية. طيب في سؤال آخر بيقول لك حدد من وجهة نظرك كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة المغربية لمشروع وصال الدار البيضاء المينا. هو المشروع ده بيقول ايه؟ بيقول ان المغرب استخدمت نفس فكرة الخليج العربي في حتة ان احنا اهتمينا بالبنية الأساسية والبنية التحتية. طيب هو بيقول لك من وجهة نظرك حدد ازاي الدول العربية تستفيد ان هي تعمل زيهم، من خلال ذلك من خلال عمل على تحسين البنية التحتية، ننشئ طرق ونوفر مصادر الطاقة ونطور وسائل النقل. تساهم الثورة السمكية في تعديل ميزان تجاري في بعض البلاد العربية. حدد مدى مصداقية العبارة. ركز معايا. تساهم الثروة السمكية في تعديل الميزان التجاري في بعض الدول العربية. حدد مدى صدق الرزق. هل العبارة دي صادقة ولا غير صادقة؟ طبعا عبارة صادقة. دولة حبيبي انت لما تبيع اي دولة بتبيع اي حاجة، خلاص؟ اكيد ده بيبقى في صالحها، في صالح الميزان التجاري بتاعها. تمام؟ لان احنا اتفقنا الميزان التجاري ده صادرات وواردات، كل ما تصدر اكتر كل ما ده يكون في صالح الميزان بتاعك. فحته ان الثروه السمكيه بتعدل في الميزان التجاري في بعض الدول العربيه، ايوه، لان في بعض البلاد العربيه بتصدر سمك زي المغرب وزي موريتانيا وزي اليمن، وده بيساهم في تعديل ميزانها التجاري. طيب دلل مناخ الوطن العربي اثر على انتاجه الحيواني. ايوه، احنا واقعين في مناطق جافه وشبه جافه، سقوط الامطار عندنا غير منتظم، وبالتالي المراعي عندنا فقيره، فبالتالي انتاج المراعي قليل، خلاص، فبالتالي انتاجنا قليل من اللحوم يعني والكلام ده كله. بشكركم يا اولاد، يا رب اكون افدتكم. اكيد في حل اسئله اكتر من كده تقدروا تحلوا اكتر يا اولاد من بعدي، ماشي، وان شاء الله باذن الله تكونوا جايبين درجات كويسه باذن الله في الشهر، وربنا هيكرمكم باذن الله لان انتوا تعبتوا معانا، واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.